ما سألتش نفسك في يوم من الأيام ليه في ناس شاطرين جدا جدا في مجالهم وتخصصهم بس بيقعدوا مش لاقيين شغل وبيقعدوا عاطلين، وناس تانيين أقل منهم في المهارة بس بيقدروا إن هم ينجحوا، بيقدروا إن هم يوصلوا حاجات كويسة؟ حظ هي ولا كوسة ولا صدفة ولا إيه بالظبط؟ الحقيقة إن في سر كبير جدا جدا بيرجع ورا الموضوع ده، والسر هو إن في حاجة اسمها المهارات الشخصية. المهارات الشخصية دي هي اللي بتساعدك وبتدعمك وبتخليك تقدر تبين المهارات التقنية بتاعتك بشكل كويس وتخليك ان انت تشتغل. والنهاردة في الفيديو جايين نتكلم عن الموضوع ده تحديدا، ونتكلم عن اهم المهارات الشخصية اللي ممكن تساعدك ان انت تشتغل وتحقق حاجات كويسة في مجالك بشكل عام، وخصوصا لو كنت انت مبرمج او عايز تشتغل في مجال الاي تي. فيلا بينا. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا علي شاهين، سوفت وير تيم ليدر وتكنيكال كونسلتنت والمدير التنفيذي لشركه اي تي ليجند. عايز تستفيد من خبراتي في البرمجه وفي البيزنس وفي الحياه؟ اشترك في القناه عشان ما يفوتكش اي حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان بيساعد كتير جدا جدا في انتشاره. السوفت سكيلز مدوخه ناس كتير والناس مش فاهماها. طب يعني ايه المهارات الناعمه دي؟ يعني نتعامل معاها ازاي، ولا نتعلمها منين، ولا ايه هم اساسا؟ أنا النهارده جاي أقول لك إن السوفت سكيلز هي المهارات الشخصية والسلوكيات اللي بتفرق شخص عن التاني، اللي ممكن تخلي شخص محبوب والناس بيحبوه وبيتعاملوا معاه كويس جدا، ويخلي شخص تاني الناس بيتعاملوا معاه وحش وإن هو قاعد كده في زاوية كده لوحده محدش عايز يتعامل معاه. ده مثال بسيط بس عن السوفت سكيلز. هنتكلم مع بعض عنهم بالترتيب ونشوف مع بعض ايه اهم المهارات اللي لازم تكون موجودة فيك عشان تلاقي شغل بشكل كويس، وتحديدا في البرمجة. اول مهارة معانا وهي مهارة حل المشاكل. مهارة حل المشاكل زي ما احنا عارفين هي اهم مهارة بالنسبة لاي مبرمج. مبرمج ما بيعرفش يحل مشاكل ده مش مبرمج، ومش هيعرف يكمل وهيقف في نص الطريق كتير جدا. دي اهم مهارة حرفيا المفروض تكون موجودة فيك، واكتر مهارة هتساعدك ان انت تترقى في شغلك وتبقى كويس. حل المشاكل مش مهارة فطرية، مش حاجة انت اتولدت بيها وخلاص. طبعا في فروقات فردية اكيد، ولكن في نفس الوقت انت تقدر تطور نفسك فيها بشكل كبير جدا، وتقدر ان انت تتعلم حاجات تساعدك ان انت تطور التفكير المنطقي وتطور مهارة حل المشاكل عندك. ولو انت عاوز تتعلم الكلام ده ازاي، في فيديو هيظهر قدامك دلوقتي في الاي اللي فوق دي بيدي لك 11 نصيحة ازاي تدخل موضوع حل المشاكل وتطور نفسك فيه بالتفصيل. تاني مهارة عندنا وهي التركيز. والتركيز الحقيقة هو مهم في كل الحالات، مش بس في الشغل، مهم في حياتك عموما، لان انت لو مش مركز في حياتك هتختار غلط، ولو انت اخترت غلط حاجات كتير جدا جدا هتبوظ في حياتك، واختياراتك هتبقى مدمرة حياتك، وحاجات كتير جدا هتبقى مش كويسة. باختياراتي مدمرة حياتي، اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه؟ فالتركيز مهم جدا جدا، وبالذات لو هتبقى مبرمج. اعمل حسابك ان انت هتقعد على المكتب وقت كبير جدا، والوقت الكبير ده انت هتبقى مضغوط فيه، هتبقى تحت ضغط وستريس عالي جدا، تاسكات بتجيلك ومشاكل بتحلها وريكويرمنتس جديده من عملاء، حاجات كتير قوي هتبقى بتتحط قدامك، فانت لازم تكون مركز وما بتتشتتش. فالتركيز من ضمن المهارات اللي برضو تقدر ان انت تتعلمها، وعشان تقدر تتعلمها ممكن تبتدي تساعد نفسك في الموضوع ده بالصلاة. لو انت ساعدت نفسك ان انت في وقت الصلاة قادر ان انت تركز، قادر ان انت تقرأ الآيات بالراحة، تسبح بالراحة في الركوع وفي السجود، دي حاجة هتساعدك جدا ان انت تتعلم التركيز. عود نفسك مثلا ان انت بالليل تدي نفسك وقت ما بتعملش فيه اي حاجة خالص قبل ما تنام. عود نفسك ان انت تبقى قاعد مثلا في أوضة ضلمة ما يكونش فيها نور كتير او كلام من ده. تفضي دايما افكارك، ما تخليش افكارك تبقى موجودة في دماغك كتير. دايما كل يوم بالليل قبل ما تنام ادي نفسك ساعة تكون قاعد بتفضي فيهم افكارك. دي شوية نصايح صغيرة هتساعدك على التركيز، وممكن نبقى نعمل للموضوع فيديو منفصل نتكلم فيه عن الموضوع بالتفصيل. لو انتوا حبيتوا ده ممكن تكتبوا لنا في الكومنتات. ثالث مهارة معانا وهي التعلم الذاتي. خلي بالك انت في التعليم السابق حياتك كلها كانت ان في مدرس قاعد معاك وعمال يعلمك ويديلك المعلومة بالظبط بالمعلقة. الفترة اللي جاية مش فترة حد عايز يتعلم بالطريقة دي، لا في شغل البرمجة ولا في اي شغل تاني. انت لازم تعمل حسابك ان انت تعلم نفسك بنفسك، انت تخش تقرا وتدور على التوتوريالز وتحاول ان انت تساعد نفسك واحده واحده وتجرب وتغلط مره واثنين وثلاثه. التعلم الذاتي هي حاجه اساسيه لو انت ناوي تخش مجال البرمجه او ناوي تخش اي مجال عملي، لان انت مش هتفضل طول عمرك تاخد كورسات، ولا هتفضل طول عمرك مستني مثلا اليوتيوبر الفلاني اللي ينزل لك الكورس الفلاني. مش هينفع. التكنولوجيز بتتطور بشكل سريع جدا،
فانت لازم تواكب التطور ده. فعشان تقدر تواكب التطور ده لازم تكون بتعرف تعلم نفسك بنفسك. الموضوع بسيط ومش صعب، لكن في اوله بس بيبقى جهد عليك شويه لان انت مش واخد على القصه. لما تاخد عليها هتلاقي الموضوع بالنسبه لك بسيط، ودي من ضمن المهارات اللي بتتطور مع الوقت ومع الممارسه. ما بتبقاش محتاجه حاجات كتير غير ان انت تمارسها اكتر من مره، وهتبقى كويسه جدا بالنسبه لك ان شاء الله. رابع مهاره معانا وهي المرونه. المرونه اللي هي يعني المرونه بس مش مرونة الجسم، ده مش ده اللي انا اقصد اقوله لك بالمناسبة. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. انا قصدي مرونة العقل. مرونة العقل حاجة مهمة جدا جدا على فكرة لأي مبرمج. وايه السبب؟ ان احنا بنشوف خناقات تقنية كتير جدا جدا بين الناس، وناس بتدافع عن التكنولوجيز بتاعتها دفاع مستميت، في حين ان انت اصلا كمبرمج انت مش مرتبط بتكنولوجي معينة، انت راجل تشتغل بأي حاجة. فالمرونة تخليك تقدر تتنقل بين التقنيات وانت ما عندكش اي مشكلة خالص. المرونة تخليك لما انت تجيلك مشاكل مثلا من تستر تتقبل المشاكل عادي جدا وتتعامل معاها على ان دي حاجة فعلا محتاجة تتظبط عندك. المرونة ان انت لما يطلع لك ايرور مثلا او يطلع لك مشكلة ما تقولش اصل ده من الفيجوال ستوديو، اصل ده من الاي دي اي، اصل ده من الويندوز، اصل ده من الجهاز، اصل ده من البروسيسور، اصل ده من الشيطان، اصل ده من الجن، اصل ده من العفاريت. يعني المرونة تخليك تتقبل ان دي مشكلتك انت، دي مشكلتك انت مش مشكلة كل دول. لازم دايما تتوقع كمبرمج ان انا عندي مشكلة، انا كتبت في يوم من الايام حاجة غلط، عادي ممكن اكون كتبتها غلط. خامس مهارة معانا وهي تنظيم الوقت. الوقت هو أهم ريسورسز موجودة في حياتك على الإطلاق، اللي لو أنت استغلتها فعلا صح هتفرق معاك فرق لا تتخيله. المشكلة إن أهالينا علمونا إن تنظيم الوقت ده إن أنا أخلي وقتي كله مذاكرة. ماما أنا جبت 100%، خش إيه؟ خش ذاكر، هي المذاكرة بتخلص؟ يعني ما أخليش مثلا في شوية مذاكرة وشوية لعب وكلام من ده. لا الحرام من ديني ما فيهم واحد بيقرا كتاب. امال احنا ليه بنقول تنظيم وقت؟ تنظيم وقت عشان اعرف احط لك كل حاجه في مكانها ازاي. تنظيم وقت يعني انا احط تاسكات ايه الصبح، واحط تاسكات ايه الظهر، واحط تاسكات ايه بالليل. تنظيم وقت ان انا اكون فاتح في اكتر من مشروع وفاتح في اكتر من اتجاه، فاعرف اديرهم كلهم بشكل منتظم وكويس. تنظيم وقت ان انا اكون قادر اعيش حياتي كبني ادم طبيعي كويس وفي نفس الوقت شغلي ماشي وحياتي زي الفل. تنظيم الوقت ان انا اعرف احط تاسكات قد قدراتي مش اعلى من قدراتي. مش معنى ان انا عايز اوصل لميشن عاليه ان انا اجي على نفسي، ده برضو غلط. تنظيم الوقت ليه تكنيكس كتير جدا جدا ممكن ان احنا نتكلم فيها، وانا ممكن اعمل لكم فيديو مخصوص برضو لو انتوا طلبتوا في الكومنتات حاجه زي دي، ان انا اكلمكم ازاي انا بنظم وقتي وسط مشاريعي اللي موجوده كلها في حياتي دي. ازاي بطلع قدامك مثلا على اليوتيوب وبعمل فيديوز وانا اصلا بدير شركه بتاع برمجه، وازاي بعمل كورسات وبعمل كل ده في وقت واحد. هديلكم ان شاء الله تيبس وتريكس من جوه التجربه بتاعتي. ونيجي للمهاره رقم 6 معانا وهي مهاره التواصل مع الاخرين، الكوميونيكيشن سكيلز. بتسمع انت الكلمه دي كتير قوي على فكره، وفي ناس بيتكلموا فيها. يعني ايه يعني كوميونيكيشن سكيلز؟ هعمل انا ايه بالقصه دي؟ يعني كل شخص بتتعامل معاه هو عباره عن كيان وحياه كامله متكامله. انت لما بتتعامل مع الشخص ده في طرق كتير جدا ان انت ممكن تفهم الشخص ده بيفكر ازاي، ايه الدوافع بتاعته ان هو بيتصرف بالاسلوب ده، الشخص ده عايز منك ايه. في معلومات كتير قوي 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 ممكن تفهمها عن الشخص ده لو انت اتعلمت ازاي تحلل الشخصيه، ولو انت اتعلمت ازاي تدي رياكشن مظبوط، ازاي لما يحصل موقف تعمل رياكشن صحيح. الرياكشن ده يحطك دايما في موقف كويس، يخليك دايما كده انت قاعد كده معلم زي ما بيقولوا، عارف تدير العلاقة ما بينك وما بين الآخر، سواء كان الآخر ده زميلك في الشغل سواء كان مديرك. كويس قوي ان انت تكون بتعرف تدير علاقتك مع الآخر. المشكلة ان في ناس كتير قوي بيبقى عندها مشكلة في الموضوع ده، فبيبقوا شاطرين جدا جدا عمليا، لكن تيجي على مستوى الشغل تلاقي زمايله مش طايقينه، تلاقي ما بيتعاونوش معاه، تلاقي مديره مثلا مش مبسوط منه فيضطر ان هو يمشيه، بالرغم ان هو ممكن يكون شاطر جدا. فمهارات التواصل دي حاجه مهمه قوي. في كتب كتير ممكن تقروها عن موضوع مهارات التواصل، مثلا كيف تكسب الاصدقاء مثلا، كتاب كويس جدا. كتاب بتاع دكتور ابراهيم الفقي اللي هو بتاع البرمجه اللغويه العصبيه، بيتكلم كده في شويه تفاصيل عن التعامل مع الشخصيات والكلام ده كله. في كورس بتاع الانياجرام موجود على المنتور. كل دي كورسات حلوه على فكره ممكن تفيدك، تعلمك تتعامل مع الشخصيات ازاي وتفهمك فكره الشخصيه وازاي تتعامل، ازاي تتكلم، ده بيفكر ازاي، ده سلوكياته ازاي، والكلام ده كله. لو انت اتعلمت المهارات بتاعه التواصل صدقني تنقلك في مكان تاني خالص، بجد تنقلك في حته تانيه تماما. طلع راجل طيب، ده بقى اللي هينقلنا نقله تانيه.
توديك شركه مالتي ناشونال، تخليك تفتح قناه يوتيوب، تخليك تفتح شركه. تفرق كتير قوي يا جماعه بجد، وبتغير حاجات كتير قوي 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 في المسار المهني بتاعك. سابع مهاره معانا وهي مهارات العرض. يعني ايه مهارات العرض؟ المبرمج في الطبيعي مش محتاج ان هو يبقى عنده مهارات عرض عاليه قوي، لكن خلينا نتخيل كده ان راجل مبرمج بيعمل شغله كويس جدا، بيقدر ان هو يعرضه كويس للناس. ده معناه ايه؟ معناه ان الراجل ده ممكن يعمل منتج حلو قوي ويقدر يسوقه، معناه ان الراجل ده ممكن يفتح شركه، معناه ان الراجل ده يقدر يعمل مثلا برزنتيشن كويسه في الشركه بتاعته فيشرف مديره او يشرف شركته مثلا قدام شركه تانية او حاجه زي كده. ده معناه ان الراجل ده مؤهل جدا جدا ان هو يبقى ليدر في فتره قصيره، حتى لو هو كان تكنيكال اقل من الناس. المشكله يا جماعه ان الناس الشاطرين تكنيكال قوي، الناس دول بتبقى عندهم عقده ان انا شاطر، فانا ليه مش الاول؟ انا ليه مش الليدر؟ انا ليه مش احسن واحد؟ يا حبيب قلبي افهم، الحياه مش مهارات تكنيكال بس. انت بتعرف تعرض شغلك كويس، بتعرف تتعامل مع الناس كويس، بتعرف تركز اكتر، بتعرف ان انت تدير علاقاتك بشكل هاين. كل دي حاجات تأهلك تبقى ليدر. اما لو انت كنت اشطر واحد في الكون والحاجات دي عندك فيها مشاكل، للاسف الشديد بتأثر عليك وتخليك واقف في مكانك مش عارف تتطور. وهو ده السبب اساسا اللي احنا عملنا عشانه الفيديو. اتمنى لو الفيديو عجبك تعمل له لايك، ما تنساش تشيره مع زمايلك، واستنى مننا الفيديوهات الجديده ان شاء الله، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. السلام عليكم.